السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام الشتاء الدافية من أحلى الأيام، شمسها حلوة بتدفي وأنا دايما بحب أستغلها وأطلع الفرش يتدفى كده وينتعش. ازيكم حبيباتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير، وحشتوني جدا. معلش اتأخرت عليكم بالفيديو ده. فيديو النهاردة فيديو روتين نشيط كله حماس، هنعمل فيه مع بعض أكلات حلوة، وهنجرب مع بعض السمك في الاير فراير، وكمان هنعمل احلى مربات الشتاء، مربة البرتقال بالجزر او الجزر بالبرتقال زي ما تحبيها. جبت شوية خضرة كده حلوة، وجبت البدنجان اللي انتوا شايفينه ده، وكمان جبت الخصاية الحلوة دي، والخصاية دي لها حكاية هنقولها مع بعض في الفيديو بتاع النهاردة. وكمان جبت سمك، بما ان الجو حلو وانا نزلت اشتري خضار فاشتريت بالمرة سمك. السمك المكاريل ده كان الكيلو عامل 110. بصوا بقى، تسموه سمك مكاريل، تسموه سمك بلاميطة، المهم ان هو سمكة حلوة قوي تمشي معاكي كل حاجة، مشوي ومقلي وصينية. الصراحة سمكة ما بتأثرش، اي حاجة هتعمليها فيها هتطلع حلوة وزي الفل. الف هنا وشفا للي ياكل. كمان جبت السمك البولتي ده، عديت كده الكام سمكة اللي انتوا شايفينهم دول، وعملوا هم كمان قدرا 110. الاسماك حلوة اليومين دول، ويعني هي برضو ما بقاش في حاجة موفرة، يا رب يرحمنا كده من الغلا. وسمع ان الاسعار ابتدت تنزل شوية، يا مسهل الحال يا رب. لسه الحقيقة ما جبتش حاجتي بتاعة رمضان، ان شاء الله هجيبها واشاركها معاكم. خزين الشهر من اللحوم والفراخ على الحاجات طبعا اللي كل ست واعية كده شالتها ودكنتها من الشهور اللي فاتت، زي ما شفنا مع بعض في المشتريات. شلتها شوية حاجات على جنب، الشهر دوت نفعوني جدا بتمنهم. جبت بقى اليميش، ولو ان برضو زي ما انتوا شفتوا معايا في المشتريات، اللي ما شافوش يروح يشوف الاسعار. انا ما كترتش من اليميش، جبت الحاجات الضرورية بس على الحاجات اللي كانت فاضلة عندي، والامر بيمشي، ما احنا لازم نعمل كده علشان نعدي ايام الغلا دي. نضفت السمك. الصراحة النهاردة انا هعمل سمك المكاريل، هجرب معاكم السمك زي ما قلت لكم في الاير فراير. هعمل نص السمك في الاير فراير، والنص التاني هعمله مقلي بالزيت عادي زي ما بناكلوه كنا متعودين عليه، وهنشوف مع بعض الفرق بالظبط، وهتشوفوا انتوا كمان معايا، وهقول لكم رأيي فيه بالظبط. بس لو انتي اول مرة تشوفي القناة، ياريت تكوني اشتركتي من الزرار اللي تحت الفيديو، وشرفتيني وانضميتي لعيلتي الجميلة، وكمان عملتي اللايك لو عجبك الفيديو. شكرا لكل الناس الجميلة اللي بتكتب لي كلام حلو، وما تحرمش منكم ولا من كلامكم الحلو اللي دايما بيشجعني اكمل واستمر. لو انتي جديدة ياريت تكتبي لي تحت في التعليقات علشان ارحب بيكي. وعلى فكرة انا بقرا كل التعليقات وبرد عليكم واحد واحد، طبعا ملاحظين بفرح جدا بكلامكم الحلو اللي بيشجعني. عايزين بقى نحكي مع بعض حكاية الخصاية دي، لانها برضو حكاية مهمة قوي، هنكمل فيها مع بعض اسلوب تربية الولاد. الحقيقة الخاصية دي أنا شارياها لسبب، إيه هو؟ أنا كنت مزعلة ابني يعني اليوم اللي قبل منه، والله أنا كنت مش عارفة السبب، بس هو تقريبا كده يعني زعقت له شوية. وابني ما شاء الله كبير، ربنا يحرسه ويحميه ويحفظ كل ولادكم اللهم آمين، ويطعم كل مشتاق بالذرية الصالحة اللي تقر عينه. ادعوا يا بنات في الأيام المفترجة دي إن كل واحدة ليها نفس لحاجة ربنا يحققها لها، اللهم آمين يا رب، ويعوضها خير. قشرت البطاطس وقلت ابتدي بيها. طبعا الأول هعمل البطاطس في القلاية علشان يعني القلاية ما تتزفرش مكان السمك، ولسه يا دوبك هحط البطاطس في القلاية وراح النور قاطع. بصراحة اتخضيت وقلت كل البروجرام اللي انا مخططاه باظ. الحمد لله، بس مفيش يعني، هي دقايق وبصيت لقيت النور جه تاني. اتعودنا خلاص على ان النور بيقطع في مواعيد محددة، لكن لما يفاجئك ويقطع في غير المواعيد اللي انتي منظمة نفسك عليها بتبقى مشكلة. كمان سمعت ان النور الحمد لله مش هيقطع في رمضان. يا مسهل الحال يا رب، اللهم بلغنا رمضان ويدخلوا علينا كده يا رب دخلة سرور، ويتقبل مننا الصيام والقيام وصالح الأعمال في شهر رمضان، اللهم آمين لينا جميعا يا رب. نظفت الخضرة، وانا انتوا عارفين بحب اهتم جدا بتنظيف الخضرة، وكمان بحفظها بالطريقة اللي قلت لكم عليها. بجد بتقعد معايا اكتر من 10 ايام وهي حلوة زي ما هي كده. وخصوصا يعني علشان ما كنش مبالغة معاكم، خضرة الشتاء
حلوة ولها عمر وبتعيش. وكمان خضار الشتاء جميل وبنفرز منه مش بس لرمضان، بنفرز منه للسنة كلها. هرتب معاكم الديب فريزر بتاعي لانه مش اتملى، يعني اتملى بس بصراحة انا ما بقيتش عارفة انا عندي ايه ومش عندي ايه، وايه اللي ناقصني وايه اللي المفروض اجيبه وايه اللي جبت منه بزيادة. لان زي ما قلت لكم انا لما كنت بنزل السوق كنت بشتري مرة اشتري كيلو بزلة زيادة، مرة كيلو فاصوليا، مرة نص كوسة. المهم كنت يعني مش برهق ميزانيتي، بس ما شاء الله الديب فريزر يعني اتزحم كده، فعايزة اشوف ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي علشان اعرف زي ما بيقولوا تعرفي راسك من رجليكي. الخاصة بقى ودي انا ما بجيبهاش كتير، بس جبتها طبعا علشان اصالحه بيها لان هو بيحبها. طب انا ما بجيبهاش كتير ليه؟ لان انا موسوسة جدا في نظافتها، لازم انضفها ورقة ورقة وعود عود واقطع كل الورق اللي فيها. بصراحة انا مش بناكله ولا حتى بحشيه، فهي بعتبرها يعني بتخدر معايا شوية. بس ما شاء الله الخاصية دي عارفين كانت ب6 جنيه وكانت حلوة قوي، ويمكن فضل منها كمان، وكان كل اللي عايز بقى يفتح التلاجة كده ياخد كام واحدة. والحمد لله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تكوني اشتركتي زي ما قلتلك، وكمان حطيتي لي اللايك الحلو اللي زيك من ايديك الجميلة، ما تحرمش منك يا قمر. احلى طريقة تاخدي بيها البدنجان مقلي في القلاية وبعد تجربة، انا بقشره كده زي ما انتوا شايفين وبقطعه صغير مش بقطعه كبير، بس لو قطعتيه كبير مش هيفرق برضو. المهم ان انا بحط عليه التوابل بتاعته، بحط له الملح والفلفل. بصوا البطاطس عاملة ازاي ما شاء الله حلوة قوي. بس احنا بنحبها مقلية شوية، فانا قلبتها وهزود عليها، وكمان هنقي منها قلة قلم. انا زودت هنا 6 دقايق، وهنقي كمان قلة قلم منها وبعدين ارجع احطها في القلاية تاني، الباقي ياخد كمان تحميرة شوية. الولاد بيحبوها قوي بالشكل ده. المهم انا بقولك بقطع البدنجان زي ما انت شايفة كده مكعبات، وطبعا كل ما الاقي مكعب صغير اخده اكله. انتوا عارفين احنا بنحب ناكل الخضار فريش اكتر من ان احنا ناكلوه مقلي مطبوخ معمول اي حاجة زي ما انتوا عارفين. على فكرة بيبقى افيد كتير من ان انت تدخليه وتعملي له تصنيع يعني، بس في القلاية احنا بنقول ان هو ايه هيبقى اكتر صحة. المهم انا برش عليه الزيت وبرش عليه الملح والكمون والشطة بتاعته كلها على بعضها زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده، وبقلبه وبعدين بحطه في القلاية. جربته اني انا اعمله كده من غير ما احط له الكمون والملح بتاعه، ما لقيتش له طعم ولقيته نشف وجلد، برغم ان انا سمعت ان هم بيقولوا ما تحطيش ملح للبدنجان علشان بيجلد في القلاية لما تحطي له الملح، لكن الكلام ده ما كانش معايا مظبوط. انا لما حطيت له ملح وكمون والحاجات التوابل بتاعته خد طعمه وبقى طعمه حلو قوي. البدنجان المقلي في القلاية بتزودي له رش الزيت سيكة صغيرة، ولو ان يعني برضو والله مش كتير بالنسبة لكمية الزيت اللي كان بيشربها لما بنقليه على البوتاجاز. بجد البدنجان احلى حاجة، اكتر يعني اكتر حاجة من الحاجات الحلوة قوي اللي اتعملت في القلاية. وكمان الفراخ المشوية حبيبتي اللي طلبت مني ريفيو عن القلاية الهوائية، بإذن الله هعملهولك قريب ان شاء الله، بس معلش اصبري عليا لان انا والله عندي شغل كتير جدا فببقى مقصرة شوية في فيديوهات القناة. زي ما انتوا شايفين كده بصوا البطاطس لونها جميل ازاي، كمان هسيب الجزء اللي هو لونه اصفر فاتح شوية يتحمر كمان، بتبقى لونها احلى وبتتقلى اكتر وبتبقى ناشفة كده ومحرفشة ومستوية. طول ما انا واقفة بقى في المطبخ اي حاجة تطلع كده على السريع على السريع بغسلها، وكمان بكون مشغلة في نفس الوقت الغسالة، لان انا لما بعتمد على المية بكون مشغلة الموتور، وانا مشغلة الموتور احب اعمل كذا حاجة في وقت واحد علشان ده يوفر معايا جدا. لو شغلت الموتور للغسالة بس وبعدين رجعت تاني شغلته للغسيل والمواعين والحاجات دي هياخد مني كهرباء كتير، فانا لما بشغل الموتور بحب اعمل حاجات كتير جنب بعضها.
وكمان علشان الغسالة مش بتبقى بتسحب مية على طول، فانا مش هبقى ودني معاها كل ما تاخد مية واوقف وارجع اطفي الموتور واولعه، لا، ببقى شغالة وفاتحة حنفية كده، فده بيريح معايا جدا. زوجي ما بيحبش يشغل او ما بيحبش يركب لنا اللي هو الستوب ده اللي هو بيوقف تشغيل الموتور لوحده، وقال لو في حنفية صغيرة انتي فاتحاها هتعمل لي مشكلة وهتفضل مشغلة الموتور والموتور ممكن يبوظ، يعني فيلم كبير كده. فانا كبرت دماغي. السمك البلطي انا نضفته برضو، ما بشيلهوش من غير ما انضفه في التلاجة واقصقصه واظبطه خالص على العمايل ولفته زي ما انتوا شايفين كده، وهشيله في الفريزر. اما السمك فزي ما انتوا شايفين بعد ما تبلته وعملته بالدقيق، رشيت ده بالزيت وحطيته جوه الاير فراير، والتاني حطيته في الزيت عشان يتقلى عادي. هنشوف مع بعض دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده، ده السمك اللي مقلي في الزيت اللي هو طبعا تحت منه المناديل، اما التاني فده اللي كان جوه الاير فراير. النتيجة هايلة جدا على فكرة. للأمانة اللي في الاير فراير ناشف شوية اكتر من اللي مقلي في الزيت. لو انتي بتحبي السمك ناشف اكتر يبقى اللي في الاير فراير هيكسب معاكي، بس في النهاية الطعم حلو جدا، الاتنين قريبين قوي من بعض. طبعا علشان اكون صادقة اللي في الزيت اطعم سنة صغيرة، علشان طبعا يعني الزيت بيدي طعامة لاي حاجة بتتقلى فيه يا جماعة، لكن في الاير فراير صحي اكتر وكتير قوي. عملت كمان جنب الاكل شوية رز بالبصل، سلطة بلدي، فلفل مشوي برضو او مقلي في الاير فراير، وكان ده الغدا بتاعنا والحمد لله. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال، واطعم كل محتاج على وجه الارض، واطعم اخواتنا وانصرهم اللهم امين، وفرج عنهم عاجلا يا رب قبل كمان رمضان، لان الواحد مش عارف يستمتع ولا يفرح ازاي في رمضان واخواتنا جنب مننا حالهم زي ما احنا كلنا عارفين. كمان بعد الاكل بقى وبعد زوجي ما جه وكل هو كمان بالهنا والشفا، بواقي الاكل شلتها زي ما انتوا شايفين كده، لان طبعا ما فيش حاجه تترمى ولا حاجه المفروض نفرط فيها. الخضره زي ما انتوا شايفين بلفها. دي بقى ايه؟ القماش القطن او الفانيلات القطن القديمه، بلف فيها الخضره كده. طبعا هي مغسوله ونضيفه بس انا مقصقصه منها الحتت اللي هي السليمه، وبحطها في كيس وبشيلها في التلاجة. اما الخس ده الورق اللي فضل منه حطيته في العلبة، وهحط عليه ورقة مناديل من فوق، وطبعا دوت اي حد هيفتح التلاجة هياخد منه عادي. دي بواقي الاكل. نيجي بقى لبطل الفيديو بتاع النهاردة، وهي مربى الجزر بالبرتقان او مربى البرتقان بالجزر. اول حاجة ده برتقان اللي هو ابو سرة العادي اللي احنا بناكلوه، مش البرتقان العصير، لان البرتقان ده مفهوش بذر وكمان مليان لحم فهيديكي لحم كتير. الجزر بقشره وهنشوف هنعمل فيه ايه. اول حاجة هنعملها ان احنا هندي البرتقان غلوة زي ما هو كده، يعني انا المية غليت حطيت فيها البرتقان سبته يغلي من 5 ل7 دقايق، ممكن تخليه 10 دقايق كمان عشان تتأكدي ان المرارة راحت خالص وما بقاش ليها وجود، لان احنا هنستخدم البرتقان بقشره زي ما هو بالطبقة البيضة بكل حاجة، مش هنرمي منه اي حاجة. طبعا انا لما فتحت على الجزر لقيت كميته قلت خالص عن الكمية اللي انا كنت عايزة اجيبها، ف يعني ايه الحمد لله طلعت طبعا من اللي عندي في الفريزر اللي انا كنت مجمداه، وهكمل الكمية زي ما انتوا هتشوفوا. سلقت البرتقان وخدته على جنب، ركنته علشان يبرد، وابتديت ابشر الجزر. الجزر ممكن تبشريه زي ما انتي هتشوفي كده معايا، انا بشرته بالسلاح بتاع الكبة عندي فيها سلاح للبشر، فبشرته عادي بشر رفيع، ما بشرتوش على البشر التخين، يعني خدت اقل حاجة. دي طريقة. والطريقة التانية ان انتي ممكن تضربيه في الكبة عادي، او انك تبشريه على المبشرة. عارفين المبشرة بتاعت البصل اللي هي اليدوي؟ ممكن تبشري الجزر بيها بالشكل دوت برضو هتبقى حلو جدا. هاخد الجزر اللي انا بشرته، وفي الحلة اللي انا كنت سلقة فيها البرتقان طبعا بعد ما شطفتها وغسلتها هحط فيها الجزر، وهحط عليه السكر زي ما انتوا شايفين كده. بحاول اشوف لو في اي حاجة تخينة في يعني حتت كده عدت من الكبة باخدها علشان افرمها تاني او اضربها. اهو ده اللي اتضرب في الكبة. زي ما قلتلك عندك اكتر من طريقة، اختاري الطريقة اللي تناسبك. الكميات والمقادير: لو انت هتعملي 2 كيلو، يعني كيلو جزر وكيلو برتقان،
هتحطي عليهم نصهم طبعا سكر، يعني كيلو سكر. لو هتعمل دي النسبة اللي هي الصح، يعني كمية الفاكهة اللي انت حطاها من المربى حطي نصها سكر. 2 كيلو 4 كيلو حطي 2، وهكذا. البرتقال برضو انا هاخده اقطعه قطع صغيرة واضربه في الكبة. انا من النوع الناس اللي بيحب يخلي الفاكهة بتاعته حتت يحس بيها في المربى حتت. في ناس بتحب الفاكهة تكون بيوريه خالص، انت ممكن تنعميها خالص تضربيها كتير، لكن انا هضربها حاجة بسيطة. ما عندكيش كبة قطعيه قطع صغننة قوي 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 بالسكينة. نيجي بقى للسكر. زي ما قلت لك كمية الفاكهة اللي انت هتستخدميها بين مجموع الاتنين، يعني المربى والبرتقال، حطي نصها سكر. ده لو انت عايزة المربى مظبوطة قوي. طب انت مش بتحبي الحاجة مسكرة شوية، قللي السكر. يعني انا عن نفسي المفروض كنت احط مثلا، انا هستخدم 3 كيلو، فالمفروض كنت هحط كيلو ونص سكر. ما حطيتش كيلو ونص سكر، حطيت كيلو، وحطيت زودت كمان كوباية. انا مش هحط مية خالص دلوقتي، انا هسيبها تغلي على النار وهي هتخر مية. حتى هي ابتدت تخر مية اهي زي ما انتوا شايفين. ارجع تاني واقولك السكر عشان باكد عليه. مجموع الفاكهتين، يعني مثلا دي كيلو ونص ودي كيلو ونص، دي كيلو ودي 2 كيلو. المهم انت هتعملي 3 كيلو فاكهة، برتقان وجزر. ممكن تتحكمي في نسبة البرتقان والجزر زي ما انت عايزة. حطي نصهم سكر لو انت عايزة المربى مظبوطة قوي زي ما الكتاب بيقول. عايزاها اقل شوية في السكر زي حالاتي كده، قللي. عايزة زودي مثلا كوباية، عايزة قللي مثلا كوباية بس. وهتحطي ليمون وبس، يعني ما فيش حاجة، هنتابع مع بعض. المهم عايزة اقول لكم ان انا كنت جايبة لبنتي الجوانتي ده عامل 32 جنيه، جايباه من عند شريف هوم هنا عندي في المكان اللي انا ساكنة فيه. والمكافأة بقى علشان انا جبت لها الجوانتي، طبعا لازم هي تجربه، فتغسلي بقى المواعين وتلم الدنيا بعد ما خلصت. طيب هفضل اقلب في المربى، هتغلي طبعا. غسلت بقى المواعين وكمان هتنضف لي الكبه، وهتقول لكم بقى اعملوا لها لايك علشان يعني ايه تشجعوني كده وتخلوني استمر. بصراحه هي كمان اللي بتشجعني قوي وتخليني استمر. نرجع بقى للمربى بتاعتنا. المربى اول ما تغلي هتوطي عليها النار وتغطي عليها. هتغطي عليها ليه؟ ده احنا ما بنغطيش على المربات وبتفور وبتعمل، لا ما تقلقيش، المربى مش هفور، انت وطي عليها بس وغطي عليها. وطبعا انا عاملاها في حله كبيره وانت هتوي هتخس علشان الجزر والبرتقان دول يستووا. بتاخد وقت قد ايه على النار؟ بتاخد حوالي ممكن تاخد ساعتين وممكن تاخد 3 ساعات على حسب الكميه اللي انت عاملاها. طبعا بتعرفيها ازاي؟ هتطلعي مثلا حته من البرتقان كده وتجزيها، تشوفيها ان بتتقطع، تتكي عليها كده بالسكينه تحسي ان هي بتتقطع بقى ودابت خالص. طب انا قعدت المربى والمربى نشفت وقلت وحاسه ان الفاكهه لسه ما استوتش، زودي لها كوبايه ميه وخليها تغلي بيها، سيبيها لما تشربها خالص هتستوي وتبقى حلوه زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. بس اعمليها في وقت بدري شويه، علشان طبعا بقول لك بتاخد من ساعتين ل3 ساعات على النار على حسب درجه السوى اللي انت بتحبيها. ماما لما وديت لها من المربى دي مسكتها، زودت لها طبعا السكر لان هي بتحب الحاجه مسكره قوي، وضربتها كمان بالهاند بلندر، نعمتها خالص خالص، خلتها بيوريه وبقت يعني عارفين عامله زي مربى المحلات او الشركات. المهم انا بقى زي ما قلت لكم نحبه احنا الفاكهه في المربى. بعصر عليها ليمونه، والليمونه دي ممكن تستغني عنها لان طبعا هي مليانه برتقان. ما بتحطيش فانيليا ولا حاجه، ريحه البرتقان والجزر بتبقى ماليه الشقه ومخليه ريحه الشقه حلوه جدا. دايما غطي عليها علشان البخار يتحبس فيها. وانا بقى بعمل المربى، ابني قال لي انا اللي هعمل لكم العشاء النهارده. كان في شويه مكرونه كده في التلاجة، راح مطلعهم وحط عليهم الصلصه وقعد بقى يتبل ويعمل نفسه شيف، بهارات بقى وحاجات من دي، فلفل اسمر وملح بقى، وظبط الدنيا. وقال بقى كل واحد عايز طبق ياخد. ربنا يحفظه يا رب ويحفظ ولادكم اللهم امين. شفتوا بقى نتيجه الخصايه والمصالحه؟ طبعا ده انا قعدت اتحايل محايله عشان اصالح ويا حبيبي وما تزعلش وانت عارف ماما والحاجات دي كلها، علشان انا يعني مش بحب ولادي يبقوا زعلانين مني ولا انا ابقى زعلانه منهم. مش بحب ان احنا نتخاصم واحنا يعني كبار بقى، فممكن يخصموا مني ويقمصوا كده، فانا لا مش بحب كده خالص. شايفين المربى هتخس او خست ازاي؟ ولسه هتخس كمان، ولونها هيغمق كده ويتقل، وهتشوفوا وهتطلع كميه حلوه. الميه دي على فكره انا كل ده لسه ما حطيتلهاش اي ميه، بس انا بجد لما لقيتها
يعني محتاجه ميه شويه. انا زودت لها كوبايه ميه وغلت بيها، وكانت بصوا شايفين لونها تقل ازاي، مربى جميله. بس احلى ما فيها كمان حته الفاكهه اللي بيبقى فيها ده، وما تقلقوش خالص مفيش مراره، ومش مش هتحسوا بطعم اي مراره. حتى لو حسيتي بحاجه بسيطه كده دي حلاوتها يعني. بجد هتبقى حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. جربوها وربنا يحسن يا رب ما بين ايديكم، مش هتندموا. كميه المربى بتبقى حلوه، والمربى من الحاجات اللي وجودها في البيت بيوفر معاكي كتير. لو في حد عايز اي حاجه حلوه وانت حتى مش عامله، لو هياخد سندوتش مربى هتبقى حلوه جدا. اي مربى بقى، مش شرط مربى البرتقال بالجزر، مربى الفراوله، مربى التين، اي نوع فاكهه بتحبوه اعملوه مربى ان شاء الله، يعني يوفر معاكي في البيت ويبقى حلو جدا. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تكوني اشتركتي من الزرار اللي تحت الفيديو، فعلتي رمز الجرس، ان شاء الله يوصلك حاجات حلوه كتير قوي. يعني واكون شاكره ليكي لو عملتي لايك الجميل اللي زيك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.